قبل ما نبدأ الفيديو ده الجزء الثاني من حكايتنا، ولو ما شفتش الجزء الاول هتلاقيني سايبه لك في التعليقات. ارجع للاول بسرعة وبعدين ارجع هنا فورا، لان اللي جاي النهارده مش مجرد تكملة، ده مستوى تاني خالص. جاهزين يا وحوش؟ يلا بينا. جينو كان راجع هلكان بعد مهمة تغيير التخصص، بس اخت جين بتفكره باجتماع اولياء الامور في مدرستها. اول ما دخل من باب المدرسة الانظار كلها اتعلقت بيه، ملامحه، لبسه، وقصته الجديدة، كل حاجة فيه اتغيرت لدرجة ان اخته نفسها اتصدمت وقعدت تهزر معاه. المدرس في الاجتماع بيسأله لو اختك صحيت وبقت صيادة هتعمل ايه؟ رد جينو كان قاطع، مستحيل يسيبها تدخل العالم ده. الكلام ده خد طريق تاني وراح لسونجي صاحبة اخته اللي عايزة تبقى صيادة، ولما جينو قعد معاها لقاها مصممة مفيش فايدة من الكلام، فقرر ياخدها معاه مشوار ويوريها الحقيقه المره. نفس الوقت هوانج دونسو نزل كوريا ولقى في وشه جين شول من جمعيه الصيادين. هوانج بيبص له بتعالى بيقول له انه مش ناوي يطول، هو بس جاي يصطاد جون وو وجون هو في اي دنجن ويخلص عليهم. وبكل استهزاء ساله لو موظف زيه يقدر يمنعه. رد جين شول كان هادي بس مليان تحدي، وقال له انه بيعمل بس شغله. وفي مقر نقابه الصيادين تشي ان بينقل خبر مرعب لجو هي ان النمل في جزيره جيجو طلع لهم جناحات، صحيح بيطيروا مسافات قصيره دلوقتي بس التطور ده كارثه ماشيه. وجون هي قرر يبدا تحقيقات فوريه. نرجع لجون هو اللي اخذ سونجي البوابه من الرتبه سي تبع نقابه النمر الابيض علشان يخليها تعيش رعب البوابات على اصوله. كيم تشول صياد من الرتبه ايه ودبابه الفريق كان باصص لجون هو وسونجي يبهرف علشان هم رتبه ايه وشايفهم حمل تقيل. جين هو وافق انه ما يتدخلش علشان يسيب فرصه للجداد يتدربوا، بس بمجرد ما دخلوا البوابه المكان اتقلب فجاه. الكهف الضلمه اتبخر وظهرت غابه جليديه مرعبه والبوابه قفلت وراهم بوهج احمر. المشهد ده ما كانش مجرد فخ، دي البوابه الحمراء، دي بوابه بتقطعك عن العالم ومفيش خروج منها الا لو قتلت البوس. ولسه كيم تشول بيشرح المصيبه دي تهمين تلج انطلقوا من وسط الشجر بسرعه البرق. واحد ضرب صياد من الرتبه سيف في وشه وقتله فورا، والتاني كان رايح يخترق سونجي بس في جزء من الثانيه جينو كان ماسك السهم في الهواء وكانه بيمسك دبانه. بارك هيوجين صياده من الرتبه بي عينها وسعت من سرعته المرعبه. السهام دي كانت من جن التلج، كائنات ساديه بتصطاد الاضعف. اولا الجن ضحكوا وانسحبوا في الغابه وسابوا الرعب بياكل في قلوب الكل. هنا كيم تشول قرر ياخد القرار القاسي، قسم الفريق نصين، هو ياخد الاقوياء من الرتبه ايه وبي وهيسيب الضعفاء لمصيرهم. رفض حتى ياخد صياد من الرتبه سي معاه، بس الغريب ان جين قررت تسيب فريق الاقوياء تنضم لفريق جين والضعيف بعد ما شكت انه مستحيل يكون مجرد صياد من الرتبه ايه عادي. بعد لقطه السهم الفريقين اتقسموا وكل واحد راح لطريق. في طريق كيم تشول ظهر 3 دبابه جليديه، كيم بصدته الجباره كسر مخلب الدب الاول وشقه نصين بضربه فاس واحده. وفي نفس الوقت جينو كان بيقود فريقه في الغابه، ولما حسوا بالبرد القاتل طلع معاطف فرو من التقنيه بتاعته والكل اتصدم وافتكروا ان ده سحر المساحه. سونجي سالته بخوف انت مين يا عم؟ طمنها وقابلهم دب جليدي. جينو امرهم يرجعوا لورا وبدل لقبه القاتل الذئاب ودخل على الدب بايده الفاضيه ومسح بيه الارض. بره البوابه الدنيا مقلوبه. بايك رئيس نقابه النمر الابيض وصل مرعوب على فريقه، وفي نفس اللحظه ظهر هوانج دونسو مع جين شول. هوانج كان بيتريق وبيقول ان جينو اكيد ميت جوه، بس جين شول كان جواه شك هل جينو هيخرج منها سليم. الهدوء اللي بره كان بيقابله مجزره جوه. جينو كان بيصطاد الدبابه الجليديه وبيحصد نقاط بالهبل. وصل لعرين الدبابه وطلع جيش الظلال بتاعه، بس لقاه بيستنزف مانا كتير. ولما ظهر زعيم الدبابه ودمر جنود الظل جينو ابتسم ونده على اجريس. طلع في ثواني معدوده وبحركات سيف بتخطف العين فارتكل بص الجليد الضخم. جينو وهو باصص على اجريس ادرك حاجه مرعبه، لو اجريس كان استخدم سيفه في قتالهم زمان جينو كان هيبقى في اعداد الموتى وفي مكان تاني خالص في الغابه. الوضع كان كابوس. كيم تشول الصياد من الرتبه ايه اللي كان المفروض يكون قائد واقف بينهج وسط جثث فريقه. السهم بيخترق راس واحد من رجالته وهو بيطلب النجده، والتاني بيتذبح قدام عينه بابتسامه مرعبه من جن التلج. الدبابه اللي كان بيتكبر من شويه فقد اعصابه تماما وطلع يجري وهو بيصرخ من الرعب. وفوق على حصان ابيض قائد جن التلج كان بيراقب وعينه بتلمع بمتعه الصيد وسط التلج والدم. جينو واقف كانه ملك الموت، جثث الدبابه الجليديه متنطوره في كل حته، وبحركه بسيطه من ايده ظلالهم قامت وبقت جزء من جيش المرعب. وفي الوقت اللي عدى بس 3 ساعات بره البوابه هوانج دونسو كان بيغلي من الغضب لما عرف ان في رابط بين جينو والمدير اهان. الغضب عماه وقرر يفرغ شحنته في اهان، بس قبل ما يلمسه بايك اتدخل ومخالبه طلعت والكهرباء اتنطورت في الجو. اصطدام مرعب بين 2 من صيادين الرتبه اس، مواجهتهم هزت المكان كله. جوه البوابه الحمراء كيم شول كان بيفقد
عقله بالبطيء. الصياد الدبابه كان بيمشي لوحده في الضياع، ولما لمح جثث الدبابه المتقطعه الرعب ركبه وافتكر ان جن التلج هم اللي عملوا المجزره دي، فطلع يجري. وبره جين شول ظهر ووقف المعركه بين الوحوش قبل ما يدمروا الدنيا. هوانجي كان مصمم يكمل، بس هو اكد له ان جين هو مسجل كصياد من الرتبه ايه. هوانجي نقل شكوى لجين هو وقرر ينسحب مؤقتا، بس عطشه الدم كان واضح للكل. وفي وسط الغابه الصيادين الضعفاء كانوا متجمعين حوالين النار بياكلوا لحم الدببه في الدفا. كيم شول ظهر فجاه، وبدل ما يفرح انهم عايشين اتجنن ازاي هم عايشين ورجالته الاقوياء ماتوا. سحب سيفه وهدد بالقتل لو ما نطقوش. انا لو كنت مكانه كنت هتجمد، بس جينو لا، ظهر من العدم وبضربه واحده فقدوا الوعي. بس عين جينو ما كانتش على كيم شول، الخطر الحقيقي كان مستخبي. جن تلج كانوا محاوطينهم. قائد الجن باروكا ظهر وبدا يستفزهم، وهنا حصلت الصدمه اللي شلت الكل. جينو رد عليه بنفس لغتهم. سونجي وجين ما كانوش مصدقين ودانهم، وحتى جينو نفسه اتفاجئ. وفي لمح البصر جينو طير رقبه واحد من الجن وادرك حقيقه مرعبه. كل الوحوش مبرمجه تقتل البشر ما عدا هو، كأن النظام بيوجهه لغرض خفي. فجأة الصورة وضحت، بس الحقيقة كانت أخطر. باروكا عرض عليه صفقة خبيثة: سلمني الصيادين واديك الأمان. رد جينو كان استدعاء جيش الظلال بالكامل. المعركة بدأت، بس باروكا كان في ليفل تاني خالص، أقوى من أي استدعاء، وبدأ الالتحام سريع يعمل عين. بعز الفوضى كيم شول فاق، وبكل غباء قرر يهاجم جينو من وراه، بس قبل ما يوصل سيف إجريس اخترق جسمه من الأرض بالعرض. جينو ما بقاش يرحم، وسحب ظل كيم شول في لحظتها. الظل اتحول لإيرون، محارب ضخم ومرعب ولاء المطلق لجينو. صحيح ذكاؤه قليل، بس قوته الغاشمة كانت القطعة الناقصة، والضربة الجاية مش هتكون زي اللي فاتت. التلاتة اتحدوا، خفة وسرعة جينو ودقة إجريس المرعبة وقوة إيرين المدمرة. باروكا بدأ ينهار تحت الضغط، وفي اللقطة الحاسمة جينو رمى خنجره المرتد وشدت انتباه البوس. وفي الجزء ده إيرين مسك باروكا وكتفه، وبكل وحشية نزل بمطرقته الضخمة وسحق القائد، وأعلن الانتصار النهائي. البوابة لونها قلب أزرق. بايك والمدير أهن واقفين بره مستنيين. الصدمة كانت لما لقوا الصيادين الضعفاء طالعين ومعاهم جينو، ومفيش أثر لكيم شول. بايك حاول يحقق مع جينو، بس جينو وقفه بنظرة باردة وقال له إن المفروض يشكروا إنه أنقذهم. بيك اعتذر فورا، وجينو مشى ومعاه سونجي، ووراهم بايك بأمر أهن يعمل المستحيل عشان يضم الصياد الغامض ده. اللي حصل ده غير كل حاجة. في الحمام قدام المراية جينو كان بيغسل وشه بيفكر. خنجر باروكا غنيمة ممتازة، بس تقول الدم على ايده مش سهل، دي تالت مرة يقتل انسان. بس الصبح طلع بيوم جديد. جين هو ظهر بدروعه الجديد بيلمع وجاهز للمغارة، والمفاجأة ان سونجي قررت تنضم لهم. وجوه البوابة جين هو كان واقف مصدوم وهو بيشوف جيش ظلال سونج لأول مرة. الجنود شغالين زي المكن بيفرموا الوحوش، وحتى ايرون بيجمع احجار المنى ببراعة. وفي نفس اللحظة في دنجن ضلمة في امريكا صياد امريكي كان بيرجع لوراه مرعوب. قدامه راجل متبهدل وشكله متوحش بيقرب منه وبيقول له جملة واحدة: انا عايز اروح البيت. جين وجون هو بيحتفلوا انهم خلصوا بوابات النقابة المطلوبة. جين هو كان سكران وبيفضفض، قال انه مش قريب من اخوه الكبير وكان بيتمنى ان جين هو يكون مكانه. جين هو ابتسم بهدوء وقال له: النهارده انت اخويا الصغير. الكلمة دي ما كانتش مجرد مواساة، دي كانت رابطة هتغير شكل المستقبل. نرجع للراجل المتبهدل قاعد ساكن في زنزانته في امريكا. المسؤولين شاكين انه وحش على هيئة انسان، لانه بقاله 10 سنين محبوس جوه البوابة، ولانه ما بيتكلمش انجليزي كويس جابوا له الصياد الرتبة اس هوانج دونسو علشان يترجم. الراجل نطق اسمه لاول مرة: سونجي لهوان. جينو بيجهز نفسه لرحلة اسبوع كامل لقلعة الملك الشيطاني. اخته جينا هان لحظة انشغاله، بس هو كان هدفه واحد: يجمع مكونات اكسير الحياة علشان يعالج مرض امه الغامض. اول ما دخل القلعة النظام صدمه بمهمة دموية قتل 10,000 وحش. جينو ما ترددش وقبل التحدي. في الوقت ده جينو بيطلب من ابوه يمسك نقابة العيلة بدل اخوه. ابوه وافق بس بشرط واحد: ان جينو ينضم ليهم، وجينو وافق فورا. وفي القلعة جينو بيمسح الادوار، بياكل وبيغير لبسه وهو طالع، بيعلى في الليفل، واستدعى دب جليد من الظلال وسماه تانك علشان يسرح حركته. وصل للدور ال50، وهناك ظهر له البوس فولكان الجشع، وحش ضخم وسريع وذكي. بس جينو باستراتيجيته ومهارته قضى عليه. هو ما وقفش هنا، كمل ووصل لميتيوس وخلص عليه بضربة من ظهره، وبدأ يلم الغنايم والادوات. بس الهدوء اللي في القلعة كان بيسبق كارثة حقيقية بره. شاهاي كانت بتعوم في المسبح ومهمومة، وسألت جونج ان ليه مخبيين سر النمل اللي طار في جزيرة جيجو. شو يرد ان الافضل يجهزوا في السر بدل ما يرعبوا الناس على الفاضي. نرجع لامريكا، التحقيق شغال، وهو محذرهم ان الدناجين ديت والوحوش دي مجرد بداية لكارثة عالمية. دونج سولات اسم ابنه وعرفه، وبكل غرور هدده انه هيقتل جينو. هنا النظرة اتغيرت. هوان انفجر بقوة غاشمة، دمر المبنى
بالكامل. ساب دونج سو مرمي فاقد الوعي واختفى في الهواء. جينو وصل للدور ال 75. الوقت والامدادات خلصوا، بس الطلعه دي ما جاتش بخساره ابدا. الليفل بتاعه ضرب في السما، لقى مفتاح دنجن سري والاهم جمع مكونين من 3 لاكسير الحياه. بص للقلعه ووعد نفسه انه هيرجع ويكمل المهمه. جينو واقف قدام الحقيقه، علشان يقدر يكسر قلعه الشياطين لازم مستواه يعلى. مفيش طريق تاني غير انه يعمل اعاده تقييم لرتبته كصياد علشان يشارك في الغارات المتقدمه. دخل جمعيه الصيادين وعيون كين تشول لقطته، وبسرعه بلغ بايك ان جينو وصل. دخل اوضه التقييم وفجاه الموظفه وشها اتغير. الجهاز بدا يطلع اصوات غريبه، الدوائر الكهربائيه اتحرقت. الموظف التاني دخل يلحق الموقف، وبنظره فاحصه اكتشف الكارثه. جينو عنده طاقه سحريه تعدت حدود الجهاز بالكامل. النتيجه طلعت زي الصاعقه، جينو رسميا صياد من رتبه اس ورقم 10 على مستوى الدوله. بره في صاله الاستقبال جونج ان وجين تشول كانوا مشغولين بالدخيل الغامض بتاع البوابه الحمراء. شوي كان هيموت ويعرف مين الشخص ده. الهدوء ده ما كانش انتصار، ده كان الهدوء اللي بيسبق العاصفه. سمعوا دوشه فخرجوا يستكشفوا. الموظف بيبلغ جينو ان الجهاز عطلان ولازم يرجع بعد 3 ايام. شو يحاول يقرب منه ويعرض عليه الانضمام للنقابه، بس جينو صده ببرود وساب المكان. وبايك دخل الصاله بعدها، وهنا تشو عرف ان جينو هو الدخيل الغامض. جينو راح يزور والدته في المستشفى، وهو خارج جين تشول كان مستنيه وقدمه لرئيس الجمعيه جون هي. الرئيس بارك له على الرتبه الجديده وقال له بثقه انه مش محتاج جهاز علشان يثبت قوته. جو عرض عليه ينضم للجمعيه او اي نقابه تقيله علشان التوازن وكده يعني، بس جينو رفض. قال له انه عايز يكمل في مطارده الوحوش في الغارات بنفسه. جو احترم رغبته وسابه يمشي. بعيد عن هنا في مستشفى تانية، هوانج دونسو كان بيغلى من الغضب. نائب الرئيس ساله سونج ايه هوان وحش، ودوانج سو اصر بكل غل انه وحش، وقرر انه هيجمع قطع اثريه قويه علشان يرجع يواجهه المره الجايه. جينو في بيته كان بيدور على عتاد لحد ما لقى اعلان لمهمه في بوابه من الرتبه ايه. جينو قدم في المهمه ودخل مع فريق تنقيب في البوابه دي. بدا يشرح للناس اللي معاه ان المهمات الكبيره دي محتاجه تخصص، فريق هجوم وفريق تنقيب وفريق تجميع. وتشاي هي ان خلصوا شغلهم مع فريق الهجوم وخرجوا من البوابه، وجينو راقبهم من بعيد بتركيز. دخل جينو مع فريق التنقيب جوه الغاره، حاصوا لقطه طاقه الزعيم. زمايله كانوا مشغولين بشغلهم، ولما جه وقت الراحه جينو اتحجج ان عنده شغل كتير ولازم يعمله بنفسه، ولو فاكر ان دي اقصى قوته تبقى ما تعرفش حاجه. جينو اتسحب زي الظلال لحد ما وصل لغرفه الزعيم، عارف ان المفروض ما يقتلوش، بس الغريزه اللي جواه كانت بتتحداه. وقبل ما يخطو الخطوه الاخيره شاي ان قطعت عليه الطريق وبصيت له بنظره كلها حيره. انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ المواجهه اللي ما كانتش على البال. شاي ان بتوقف جينو عند بوابه الزعيم ونظره حاده بتأمره يبعد علشان ما يستفزش الوحش ويعرض فريق التنقيب للخطر. بعد ما مشى شاي ان لاحظت حاجه غريبه. ريحه جينو اتاكدت من هويته كصياد من بطاقته، وعرفنا ليه كانت بتغطي مناخيرها دايما. هي عندها حاسه شم استثنائيه بتخليها تحس بكراهيه كل صياد. بس جينو ملوش ريحه اصلا. جينو رجع للحياه العمليه، اتفق مع عامل المانجا مقابل زياده في الراتب انه يشارك في غارات من الرتبه A و C. في نفس الوقت هاي ان كانت بتحاول تعرف اي حاجه عن الصياد الغامض، بس المعلومات كانت مقفوله. الهدوء اللي حوالين جينو ده وراه علامات استفهام كتير. رغم كده هاي ان اعترفت انه اول واحد تقابله ريحته مقبوله. تاني يوم القائد سون بيعرض على جينو شغلانه حمال في غاره جديده مقابل مكافاه مخاطره. جينو بيوافق وبيدخل الغاره. الفريق اتعرض لهجوم من وحوش الجاكال بس قدروا يخلصوا عليهم. وفجاه جيش من الهاي اورك ظهر. جينو استخدم التخفي علشان يساعد الفريق من غير ما حد يحس، وقضى عليهم واحد. واحده من الصيادين شكت في مهارته بس قررت تخليه سر. وهم بيحاولوا ينسحبوا من الغاره الصدمه كانت في انتظارهم. حاجز سحر ضخم قافل الطريق، والوضع ساء اكتر لما اكتشفوا جيش من 50 وحش من الاورك محاصرهم من ورا. القائد بتاعهم ظهر قدام كاي هون واداهم اختيار واحد، يواجهوا ويموتوا او ينتهي امرهم. القائد سون اختار يواجه، وجينو اخد تعليمات يهرب علشان يعمل تمويه. وسط الرعب واحده من زمايل سون بتسلم جينو وصيتها لاهلها. جينو بيقبلها وكانها امانه. الجانب التاني هاي ان عرفت ان جينو اتطوع كحمال في غاره ودخل نفس الغاره. الفريق وجينو واقفين دلوقتي قدام قاعده زعيم الأورك، واللحظه اللي الكل بيستناها بدات. لو فاكر ان ده اقصى قوته يبقى ما تعرفش حاجه عن المواجهات الحاسمه اللي هتبدا دلوقتي. هاي ان بتستعد وطلبت سلاح علشان تدخل الغاره بنفسها. وفي نفس الوقت المشهد في الداخل كان مرعب. جينو وفريق سون محاصرين تماما بجيش الهاي أورك، وزعيم الأورك
كان بيتعامل مع الصيادين كانهم عرض ترفيهي. سون حاول يهجم عليه بكل قوته، بس سحر الجاذبيه اللي كان بيستخدمها خلاه يطيره في الهواء زي الريشه وهو غرقان في دمه. جين وو ما سابش الموقف يعدي، اتدخل في اللحظه الاخيره، وقف قدام سون ببرود وقال له هرب الفريق ده بس انا هفضل هنا. اللحظه اللي كان الكل بيستناها بدات. جين وو بص للجيش اللي قدامه وبنظره مرعبه نطق الكلمه اللي بتهز الجبال: انهض. ومن ظله جيش الظلال ظهر في لمح البصر واندلع القتال الوحشي. في الوقت ده جين شول وصل للمكان، وبمجرد ما دخلوا حسوا بان طاقه المغاره دي وصلت لمستوى الرتبه اس. حاله طوارئ. هاي ان كانت هناك، شافت جثث الهاي اورك متكومه، والقتال وصل لاقصى درجات العمق. جين وو شرب جرعه الطاقه واستدعى جيش جديد من الموتى، وقال لزعيم الاورك قريب هتنضم ليهم. الساحر حاول يصد، بس جين وو امره يستدعي السحره بتوعه. السحره اللي حطموا حاجز زعيم الاورك السحري بضربه واحده. المواجهه كانت محسومه. جين وو قضى على زعيم الاورك وبسرعه نفذ مهاره الاستخراج. جثه الزعيم اختفت وطلع مكانها ظل جديد اقوى من اللي قبله. جين وو واقف باصص للظل بتاعه وسماه تاسك. بعد المعركه الفريق كله كان في حاله ذهول. جين شول ورفاقه اكدوا على الجميع الحقيقه دي لازم تفضل سر. كتموا على الخبر، ولكن الخبر وصل لتشوي. شوي اللي حس ان جين وو ده لغز كبير وطلب يقابله باي ثمن. الايام عدت وجين وو قاعد في كافيه مع جين هو بيتكلموا في العادي، وفي نفس الوقت الصحافه في الشارع مهووسه بقصه لي وقدراته الجديده والكل مراقبه، واللعبه لسه بتبدا. بايك وتشو وصلوا مبنى الجمعيه، الصحافه محاصرهم باسئله عن لي. هم تجاهلوا كل ده وعينيهم على المعركه الحقيقيه. في نفس الوقت لي بيعمل مؤتمر الصحفي بيعلن عن عودته للمجال ونيه انضمامه لنقابه الشر تحت قياده ليم تايجو. الممثل ده فاكر ان دي تشو اعلامي، ما يعرفش ان اللي جاي هيمسح تاريخه كله. جين وو وصل المبنى وموظف الاستقبال حاول يمنعه، بس تدخل الرئيس جو قلب الموازين وفتح له الابواب. لي حاول يدخل هو كمان، بس الموظف منعه بامر من جين شول. جين وو دخل غرفه التقييم. الرئيس قال له وريني قوتك الكامله. جين وو اطلق طاقه مرعبه، الحيطان اتهزت وتشو وبايك اللي كانوا بره اتسمروا مكانهم من هول اللي حسوه. النتيجه طلعت جين وو اخذ الرخصه الرسميه. دلوقتي هو الصياد العاشر في التاريخ بالرتبه اس. خرج من الغرفه وتشو وبايك حاولوا يفتحوا معاه كلام علشان يضموه، بس جين وو صدهم ببرود. هو مش محتاج حد، هو ماشي لوحده. جين وو في نفس الوقت بيواجه ابوه ميونج، بيعترف له انه فشل في اقناع جين وو بالانضمام لاي نقابه، بس جين وو لسه متمسك بقراره، هيمشي ورا جين وو مهما حصل. جين وو في رحلته للتحضير حاول يشتري معدات مقاومه للحراره من المزاد، بس الاسعار كانت نار. اكتشف ان اللي في متجره الشخصي ارخص بكتير. رجع البيت من اخته جين باتنين من الهاي اورك حراس ونشر باقي الظلال في المحيط. الصبح جين هو وصل لبرج دايسونج. جين هو دخل لقلعه الشياطين، وصل للطابق ال76، استدعى الظل كيبا واداله كرة الطمع. القوة دي مسحت كل اللي قدامهم. وفي الجانب التاني ابو جون هو ميونج بيقع ضحية لمرض النوم الابدي. جين هو طلع للطابق ال80 ووزع قوته في 4 مجموعات. فجأة الاحساس بالخطر زاد، في حاجة بتدمر جيشه. جين هو اتحرك بسرعة، قطع 3 من فرسان الشياطين ووقف قدام الرابع. لو فاكر ان دي اقصى حاجة عنده تبقى ما تعرفش حاجة. جين هو بيبص للفارس وبيسأله في هدوء يخوف، هي الشياطين بتعرف تحس بالخوف؟ وهنا الفارس اعلن استسلامه. جين هو شد الخوذة، والمفاجأة كانت بنت صغيرة بأنياب ودان مدببة اعتذرت عن القتال وعرضت عليه تصريح الدخول ومعلومات عن باقي الطوابق مقابل انها هي وعيلتها يفضلوا عايشين. جين هو وافق. عرفت نفسها بأيس وحكيت له انهم كانوا عايشين في عالم الشياطين قبل ما يظهروا فجأة في المغارات. الهدوء ده ما كانش انتصار، ده كان السكوت اللي بيسبق الكارثة. بعيد عن جو الغارة كابوس بيتحقق في العالم الحقيقي. نملة طائرة من جزيرة جيجو هجمت شوارع اليابان وسابت وراها 300 قتيل و6 صيادين ميتين. الرئيس جو قيم قوتها برتبة ايه وامر بتشكيل عملية مشتركة من اليابان علشان يلحقوا الوضع قبل ما الوحوش توصل للأراضي الرئيسية. ايس القائد جين وو له تاسك لقلعة عيلتها علشان التصريح، والاب كان بيترعش من الرعب لما شاف جيش الظلال ورا جين وو، بس جين وو طمنه والتزم باتفاقه. جين وو كمل طريقه، هو مستوى اجرس وتانك بيعلى وبقى بقوة رتبة اس. رتبة ايه؟ ايس سألت جين وو ليه رحمتني؟ رد ببساطة انا حبك، والرحلة للقمة كملت. جين وو ما كانش وراه غير هدف واحد، اكسير الحياة علشان ينقذ امه. في نفس الوقت شوي بيبلغ شاي ان باستدعائها للغارة الرابعة على جزيرة جيجو كل صيادين رتبة اس في كوريا اتجمعوا، واليابان قررت تبعت اقوى صيادين عندها وعلى رأسهم جوتو علشان يخططوا للعملية. جين وو وايس
وصلوا الطابق المية المكان كان فاضي. فجأة صرخة رعب شقت السما وتنين ظهر زي البرق كايسلين وعليه واقف ملك الشياطين بارون. جينو ركز على التنين بس بارون استدعى جيش شيطاني كامل. جينو فعل نطاق الملك في اخر ثانية جيوش الظلال اشتبكت والقتال ولع. جينو حمى ايسل بس استدعاء الجنود كان بيسحب المانا بتاعته بسرعة البرق. جينو استخدم ستايلس عشان يباغت بس بارون كان كشفه. القتال ما كانش سهل ابدا. جينو امر تاسكو واجرس بالهجوم واستغل تشتيت انتباه التنين علشان يقطع راسه في ضربة واحدة. قرر الجمعية هانيو جاوا من نقابة سحب السيف عرفت جوتو على الكل واتفقوا على الخطة. تصفية الملكة هي الأولوية على أرض المعركة. بارون بيصد هجمات ايرون واجرس وجينو ومسك جينو من راسه بقوة. جينو اتحرر بس المانا بتاعته خلصت والجيش انتهى. تفتكر انه هينتهي يا صديقي؟ لا والله. بكل ذرة قوة وسرعة فضلت فيه. جينو هجم وايسل رمت سلاحها علشان تشتت انتباه بارون. جينو استغل اللحظة وادى لواحد ابركت عنيف كسر فكه وانهى المعركة تماما. جينو سحب روح بارون وابتسامة قال لايسل عيلتك هما اللي بيحكموا دلوقتي. على قمة قلعة الشياطين جينو واقف قصاد دماء الشياطين اللي جمعها. ده المكون الاخير لصناعة اكسير الحياة. نفس عميق تركيز في اعلى درجاته والنتيجة 6 ازايز من العلاج الاسطوري بقت بين ايده. هل الاكسير ده قادر فعلا يكسر لعنة النوم الابدي؟ جينو سحب روح تنين بارون. اسم جديد للمهمة كايسل. ايسل عرضت عليه يرجعوا للقلعة عشان يحتفلوا بس جينو مفيش وقت يضيعه. فعل مهارة جديدة تبادل الظل وخفى من المغارة في لمح البصر. في المستشفى جينو قاعد جنب سرير امه وعينه على ندبات الحروق اللي في رقبتها. ذكريات قديمة بتهض في خياله. ايده بتترعش وقطرة من الاكسير لمست شفايفها. فجأة نور خفيف غطى الأوضة. الندبات اختفت والوش رجعله الحياة. لحظة كأنها حلم. أمه فتحت عينيها بعد 4 سنين من الغياب. ابتسامتها كانت كفاية تمسح أي وجع. جين دخلت والدموع سبقت الأحضان. جينو واقف في الضلمة وشايف إن كل اللي ضحى بيه كان يستاهل اللحظة دي. والدنيا بره بتتحضر لغارة جزيرة جيجو. الجمعية في مؤتمر صحفي بيعلنوا عن الخطط والناس كلها بتراقب خايفين من المجهول. من جو المعالج المتقاعد بيفتكر زمايله اللي ضاعوا في الغارة اللي فاتت. الذكريات تقيلة والخوف مالي القلوب. جينو وصل لمقر الجمعية وهناك شاف حاجة تانية خالص. بايك ودوانج ووك في معركة تدريبية. قوة مرعبة بتطير الحيطان وأحشية في القتال تهز الصخور. فجأة باب الصالة فتح ودخل فريق اليابان 10 صيادين من الرتبة اس. جوتو دخل وعيونه بتدور على خصمه. العرض قدامه والكل واقف. مبارزة تدريبية بين أقوى صيادين كوريا واليابان. 8 صيادين كبار واقفين قصاد بعض والجو مشحون لدرجة إن الهوا تقيل. لو فاكر إن ده أقصى حاجة عندهم تبقى ما تعرفش حاجة. كل مستني الإشارة والمواجهة تبدأ دلوقتي. الساحة في مقر الجمعية اتشحنت مفيش وقت للكلام. النخبة قصاد بعض. دونكوج فعل قدرته الخاصة. جسمه اتضخم وبقى جبل من العضلات. ضربات قوية سرعة جنونية والقتال ولع من أول ثانية. لين بيضرب بالسحر. بايك بيتحرك بضراوة وفجأة الأمور اتعقدت. كوماموتو فقد أعصابه. هجم بتهور على تشاي هاي إن. تشاي صدت الضربة برد فعل شيطاني بس كوماموتو دخل في حالته الشيطانية وبدأ يهجم بلا رحمة. جينو ما كانش قادر يتفرج. اتدخل في لحظة ووقف ركلة كوماموتو بإيد واحدة وقبض عليه في قفلة كسرته. الكل كان بيراقب جينو بذهول. غوتو اتشد ليه أكتر وطلب منه مبارزة حقيقية بس جينو وافق بس بشرط مفيش تراجع. والصدام بدأ. جينو اكتشف ان غوتو سريع جدا حتى مقاييس رتبة اس. تبادلوا الضربات. جينو كان بيراوغ كل حركة لحد ما غوتو نجح يخدش وشه. في لحظة جينو مسك ايد غوتو وكان ممكن ينهي المباراة بس كان مستمتع بالقتال. قبل ما القوة الكاملة تطلع وتدمر المكان التدخل جاي من الكل عشان يوقفوا الوحوش دي. جينو انسحب ورفض يشارك في غارة جزيرة جيجو. رجع بيته لقى اكله من ايد امه وقرر ان عيلته اهم من اي غارة. على جزيرة جيجو ملكة النمل كانت بتراقب البيض. في بيضة عملاقة كائن بشري متطور كسر القشرة وخرج للنور. غارة جزيرة جيجو اتعلنت رسميا. بيونج جو المعالج المتقاعد قرر يرجع ويشارك. القرار اللي صدم الكل. الاسطول طوق الجزيرة. كل صياد في مكانه. الغارة بدأت. الفريق الياباني اطلق سحره علشان يشتت النمل والجيش الكوري اتسلل للداخل. ساعة واحدة بس ما عندهمش اكتر منها علشان يوصلوا للملكة. جوه العش الصيادين لقوا مخزن البيض. البيضة العملاقة كانت هناك. احد النمل اللي نجح يضرب كنزو ضربة قوية. شيمانزو
المعالجة قامت علشان تعالجه وهي بتهزر. فجأة سكتت، مفيش أي صوت، مفيش أي حركة. راسها اتلاشت وعيون حمراء متوهجة في الضلمة بدأت تراقب باقي الصيادين. على سطح جزيرة جيجو الموت ما كانش مجرد احتمال، كان حقيقة بتتحقق في ثواني. 2 من الصيادين اليابانيين رتبة اس اتحولوا لجثث بلا رؤوس في لمح البصر. الكيان اللي قدامهم ده ما كانش وحش عادي، ده كان كابوس بيمشي على رجلين جوه عش الملكة. الوضع ما كانش اقل اشتعالا. الفريق الكوري في معركة بقاء. دون كوك، شاي ان، ليم وتشوي بيفرموا في حرس الملكة زي المكان. بايك اتحول لنص نمر، مخالبه بتمزق الاجساد، ما جسمه اتضخم وبقى حصن، وليم بيمطر عليهم بالسهام السحرية. الكل بيتحرك بتناغم مرعب لحد ما جت لحظة الحسم. شاي وجهت الضربة القاضية للملكة وراسها طارد، والاحتفال كان سابق لأوانه. الصرخة اللي طلعت من الملكة ما كانتش استغاثة، كانت اعلان لنهاية البشرية. صرخة الملكة نادت كل نمل الجزيرة للعش، والأسوأ الكيان الاسود، النملة البشرية. وصل السرعة كانت جنونية. ثانية واحدة شاي وقعت على الارض، دراعات ماي اتقطعت، وبايك وتشو اتفتح صدرهم بضربة واحدة. مين المعالج فعل مهارة كاموفلانج علشان يداوي زمايله في الخفاء، بس الوحش شافه. رمح من ايد الوحش خرج صدر بيونج، انفاسه الاخيرة صرخ في بايك اهربوا. الوحش الاسود مسك بايك من رقبته، وكلمة واحدة نزلت على كل كل صاعقة: انتوا ضعفاء، انا عايز الملك بتاعكم علشان احاسبه على موت الملكة. الوحش سابهم واندفع لبره بيدور على جوتو. بره الجزيرة جوتو كان بيدور على فريقه المفقود، بس الاوامر جات له من رئيسه: سيبوا الكوريين يموتوا، احنا هنخلص الباقي وناخد كل المجد. الغدر في ابهى صوره. وفجأة النملة السوداء ظهرت. جوتو حاول يصد الهجوم، بس السيف اتكسر نصين جوه العش. الصيادين بيحتضروا، الاف النمل بيحاصرهم، والنهاية بقت مسألة وقت. وفجأة الظلال بدأت تتحرك من تحت اقدامهم. جيش كامل جنود جينوو وصلوا بيحاوطوا الصيادين وبيصدوا موجات النمل باستبسال. في مكان تاني بعيد جينوو واقف، عينه بتشع طاقة مظلمة، ونبرة تقيلة قال كلمة واحدة: تبادل. الصيادين واقفين في صدمة، عيونهم مش مصدقة اللي بيحصل. جيش من الظلال بيحمي ظهرهم وبيمسحوا جيش النمل من الوجود. اجريس، تانج وايرون بيتحركوا كأنهم آلات قتل ما يعرفوش الرحمة. ومن وسط الضلمة جينوو بيظهر. جينوو حاول ينقذ شاي ان، بس النظام اداله تحذير: الصحة منخفضة جدا، الموقف بيتحول لجحيم والوقت بيخلص. فجأة الكيان الاسود رجع، الهالة بتاعته بتملى المكان رعب. بص لجينوو وسأله: انت ملك البشر؟ جينوو بابتسامة ساخرة قال له: حشرة وبتتكلم. الكاميرات رجعت تنقل البث، والعالم كله بما فيهم اخت جينوو بيشوفوا جينوو واقف قصاد الوحش اللي مدمر الرتب اس كلهم. اللكمة الاولى جت، جينوو خدها في وشه بس ما تهزش، رد اللكمة والصدام بدأ. دون كوج مش مصدق، ده بجد ساحر، طاقة سحرية بتنفجر، ضربات بتكسر الحيطان. الوحش ضرب جينوو بلسانه السام. جينوو وقع على ركبته، بس مقاومة السم اشتغلت في جسمه. جينوو اهم، والوحش اتطور لشكل ارعب. تفتكر انه هينهي جينوو يا صديقي؟ لا والله، اشتباك سريع، سرعة فوق مستوى الادراك، اسلحة بتخبط في المخالب، وشظايا حجارة بتطير في كل مكان. جينوو فعل مهارته وقطع الوحش الاشلاء. الوحش حاول يجدد اطرافه ويهرب، بس جينوو ما سابلوش فرصة. بضربة نهائية جينوو انهى حياته، وجيش النمل كله هرب. الكل كان فاكر ان المعركة خلصت، بس الواقع كان اصعب. شاي ان حالتها بتسوء والنفس بيضيع. جينوو حاول يستخدم اكسير الحياة، اغلى حاجة عنده، بس حتى هو ما كانش كفاية. جينوو واقف في نص الكهف، واليأس بدأ يتسرب لقلبه. حياة شاي هاي ان بتتسرب. جينوو خد قرار ما كانش حد يتخيله، طلب من الراجل بتاع الكاميرا يقفلها، واستدعى الظل المعالج بتاع من. الصيادين حوالينه في حالة ذهول تام. الظل من لمس شاي، والقوة السحرية رجعتها للحياة. بايك طالب من جينوو يحرر روحه، لانه كان طول عمره بيكره القتال ومش عايزه يعمل كده وهو مضطر. جينوو وافق، ومن ودع صاحبه ابتسامة اخيرة قبل ما يختفي للابد. في اليابان الصدمة كانت كاملة. 7 من صيادين الرتبة اس راحوا، والقيادة قررت تنسحب وتستخبى. جينوو جوه العش وصل لليفل 100. حان وقت استخراج الظل الاقوى. الظلام اتجمع، ومن قلب البيضة المضيئة كيان جديد ظهر. الوحش الاسود اتكلم وطلب من ملكه اسم. جينوو اختار بيرو. الخارج كان جحيم. الطيارة اللي فيها الصيادين محاصرة بالاف النمل، وفجأة شعاع من الطاقة شق السماء. جينوو وصل على ظهر التنين بتاعه قيصر، سحق كل النمل وخلص الطيارة. الانتصار
القرار اتحقق، بس التمن كان ارواح غالية، جنازة كبيرة للصيادين، وجينو واقف بيبص للمستقبل. قرر يأسس نقابته الخاصة جوه العش، المكان اللي بدأ فيه الكابوس. كائنات غريبة ظهرت، كائنات بلون ازرق وعيون بتشع، بيتكلموا عن القوة اللي حسوها وبيخططوا للمطاردة. ومن بعيد في الظل سونج اللي هوان بيراقبهم. الاب موجود، وفي زحمة الطريق السريع تليفون جينو بيرن. بوابة رتبة بي اتفتحت قدامه. جينو دخل لوحده، وفجأة البوابة اتحولت للون الاحمر. جيش الظلال كله ظهر، وابتسامة خبيثة على وشه. الهدف اللي بعده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.